يقول إن كثيرا من الآباء لا ينصحون أبنائهم لتأدية الصلاة، فهل يأثم الأب؟ نعم يأثم الأب الذي لا يأمر أولاده بالصلاة يأثم، وهكذا أخوهم، هكذا عمهم وخالهم أمهم كلهم يأثمون إذا تركوا الأمر بالمعروف أنه واجب، يجب عليهم الأمر بالمعروف أنه منكر، وهو من واجب المؤمنين. والله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه. وهم يقدرون الكلام، يعني يقدرون الإنكار بالكلام، فالأم تنكر والأب والأخ الكبير والعم والخال وغيرهم، هذا من باب التعاون على البر والتقوى. الله يقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد من التعاون على البر والتقوى، ولا شك أن الإنكار على من ترك الصلاة من باب التعاون على البر والتقوى، من باب الدعوة إلى الله عز وجل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، إذا تعب الأب في هذا الموضوع ولم يستجب الأبناء الاستجابة المرجوة فهل يطردهم من البيت؟ يطردهم ولا يرفع أمرهم إلى ولاة الأمور حتى يؤدبوا، فإذا لم يتيسر ذلك يطردهم من بيته، يطردهم حتى تسلم ذمته، تبرأ ذمته، نسأل الله العافية، إلا إذا استطاع تأديبهم من جهة ولاة الأمور. نعم. إذا خشي أن يقعوا في مصائب أخرى سماحة الشيخ، ما عاد أكبر من الكفر، هو أعظم الذنوب. اللهم المستعان، نسأل الله العافية. إذا ليس بعد الكفر ذنب؟ نعم، هو أعظم الذنوب، نسأل الله العافية والسلام.